السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في مطبخ شهد. النهاردة زي ما انتوا شايفين كده بعمل ايه، بروق كده الصالة على السريع، وهناخد الحاجات دي كده نغسلها، والسفنج ده هنطلعه في الشمس كده يحمص ويسخن طبعا. ده المكان اللي بنقعد فيه يعني، فبحاول كل فترة كده ان اشيله وانفضه. يعني في الصيف كل اسبوع، وفي الشتاء طبعا كل 10 ايام بشيل كده واطلع على البلكونات. طبعا الدفايات اللي انا فرداها تحت الحصيرة دولت علشان الحصيرة ما تمشيش، ما تزحلقش كده. كل الحصيرة ما بدأت انها تخف تبدأ انها تمشي معاكي. وطبعا هنا جبت بقى المقشة، وبدأت كده اني اكنس الصالة كده وانضفها. شايفين بقى يعني علشان كنت اتأخرت شوية بصراحة، فبدأت طبعا يعني شايفين الشكل طبعا. وبعد كده جبت بقى المساحة وبدأت ان امسح الصالة كده وانضفها. وطبعا خدت الحاجة بقى اللي كانت مفرودة هنا، طلعتها وديتها فين؟ على الحمام، علشان خلاص ما عدتش بقى هفردهم، وهبدأ بعد كده ان اغسلهم واعينهم. بعد كده كنت طبعا مطلعه السجاد بتاع الصاله في الشمس علشان يحمص معايا كده وادخله. بعد كده لما الصاله بقى نشفت جبت السجاد وبدات افرده بالشكل ده كده. خلاص بقى يعني الوقت دخل علينا وما عادش ينفع لو احنا مش فاردين السجاد، لازم نفرده علشان الجو برد، وما عادش ينفع ابدا ابدا. وزي ما انتم متعودين معايا في فيديوهاتي ان انا بقول لكم ان انا بفرد حصر في الصيف علشان احنا في الريف، وكل شويه بشيل ونفض، وشوارع الريف بتكون مليانه تراب زي ما قلت لكم. بعد كده بقى جبت غطا السجادة ده علشان هو بيحافظ على السجادة. وطبعا احنا هنا في الريف يعني ناس داخلة ناس طالعة، مش زي المدينة خالص. وبعد كده بقى جبت الكنباية بتاعتي الحلوة وبدأت ان ارصها علشان دي القعدة بتاعتنا. يعني بنحاول ان احنا نقعد فيها ونتجمع كلنا مع بعض. بعد كده بقى عملت شوية قرص، وحبيت ان ان اجيبهم معاكم طبعا في الفيديو تاني واتكلم عليهم بالنسبه للناس اللي سالتني كتير. طبعا انا عجنتها معاكم قبل كده وانتوا عارفين طريقه العجين، وفي فيديو على القناه للي حابب ان هو يشوف طريقه العجين. يا جماعه القرص انا مش بحط عليها ولا بضيف عليها اي حاجه خالص. هي مكوناتها معايا سمنه ودقيق ومعلقتين 3 سكر علشان تفاعل الخميره، وملح، والخميره البيره اللي انا بستخدمها. انا ما بستخدمش خميره فوريه فقط، لا اكتر ولا اقل. انا ما بستعملش اكتر من كده. السمنه واللبن والدقيق ولبن حليب، لبن رايب اللي موجود عندك بتعملي بيه وبيكون حلو زي الفل. بعد كده بتقوريها او بتقرصيها زي ما بنقول، وبعد كده بتخبزيها على ايدك بالمكنه، او تسيبيها ان هي طبعا ترتفع في فصل الصيف نص ساعه بس، لان الجو بيكون حر. وفي فصل الشتاء بتسيبيها ساعة ساعة ونص، يعني عادي الجو طول ما هو شتاء وبرد ما يضرهاش حاجة. بس طبعا في الشتاء وفي البرد لازم تدفيهم كويس جدا جدا علشان يطلعوا معاكي حلوين ويكونوا منفوخين بالشكل ده كده. ولما تخبزي يتنفخوا معاكي على طول، ما يكونش فيهم اي حاجه، ويكون حمارهم حلو وجميل. طبعا انا بخبز في الفرن البلدي. بالنسبه للناس اللي بتقولي انت ليه بتخبزي في الفرن البلدي، بصراحه انا بحب خبيز الفرن البلدي. انا عندي الفرن الغاز بتاع اللي هو بالانبوبه، ولكن يعني هو واسع وناره مش لما على بعضها، فمش بيطلع معايا الحاجه حمراء وحلوه بالشكل ده كده. طبعا احنا في الريف وانا عندي المكان متاح وعندي فرن بلدي فبخبز فيه براحتي. وطبعا احنا زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله احنا بنخبز بكميات وفيره، ما ينفعش نخبز كميه صغيره. ليه؟ لان احنا هنا يعني الدنيا ساحة ومطلوقة كده يعني ربنا يبارك ويزيد يا رب. اللهم بارك. فيه ناس سألتني برضو انت بتخبزي على العرصة ولا في الصينية؟ الاتنين عادي. انت لو حابة تخبزي في الصينية هتسخني الصينية الاول وبعد كده ترصي عليها. طبعا احنا كنا بنكون رصين على صينية عشاء كبيرة، او طاولة خشب يعني. عايزة تخبزي في الصينية ماشي، عايزة تخبزي على العرصة زي ما بخبز كده ماشي، مفيش مشكلة. بعد كده بقى اخد اللي انا بخبزه واحطه بالشكل ده كده لغاية ما ابدأ ان انا امسحه وانفضه عادي جدا. وبكده اكون خلصت يعني القرص حلوة وجميلة. انا خبزتها وعملتها في اليوم ده كده، قضيت بها بقى اليوم بعد ما روقت صالتنا كده ونفضتها ونضفتها ودفتها ودخلت فرشنا، وبعد كده مشيت اخبز. والفيديو خلص واسمع